السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة في حلقة جديدة ومثيرة من قناة عشوائي. معاكم رجب الأسمراني، والنهاردة عندنا موضوع هيخليك تفتح بقك من كتر الغرابة. هنتكلم عن أغرب القوانين في العالم، قوانين فعلا موجودة، بس لما تسمعها هتحس إن العالم ده رسبي فقط صوابه. تخيل في قانون بيمنعك من إنك تلبس لبس معين، وفي قانون تاني ممكن يتقبض عليك فيه علشان بتضحك في وقت غلط. حاجات غريبة فعلا ومش هتصدق إنها حقيقية، فخليك معايا لآخر الفيديو. ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناة عشوائي. ويلا بينا نبدأ رحلتنا الغريبة مع أغرب 8 قوانين في العالم. بص يا صاحبي، تخيل إنك في يوم قاعد بتضحك مع أصحابك كده، فجأة يجي ضابط يقولك ممنوع تضحك. أيوة، زي ما سمعت كده، في قوانين غريبة في بعض البلاد بتمنع الضحك في أوقات معينة. يعني الضحك اللي المفروض يفرغ الطاقة السلبية ممكن يخليك تدخل السجن. القانون ده موجود فعلا في بعض المناطق اللي بتعتبر الضحك في فترات الحداد أو في الأماكن العامة نوع من قلة الأدب أو عدم الاحترام. في مثلا مدينة كانت بتحظر الناس من الضحك أو الاحتفال لمدة كام يوم بعد وفاة حاكم أو شخصية كبيرة. الناس هناك لازم يبقوا جديين طول الوقت، كأنهم في جنازة جماعية. تخيل نفسك ماشي في الشارع وتسمع نكتة جامدة من صاحبك بس مش قادر تضحك علشان ممكن تتغرم. هتبقى ماسك نفسك بالعافية ودموعك نازلة من كتر الكتمان. اللي أغرب بقى إن في بعض المدارس حول العالم بتمنع الطلاب من الضحك جوه الفصل. أيوة، يعني لو المدرس بيشرح حاجة مضحكة غصبا عنك وضحكت ممكن تاخد خصم أو إنذار رسمي. الموضوع بقى مش هزار، الضحك بقى جريمة. القوانين دي إنهم بيحاولوا يحافظوا على النظام أو الجدية، بس يا راجل دي حياة من غير ضحك تبقى سجن من نوع تاني. يعني لو الإنسان ما يضحكش يعيش ليه؟ في ناس بتقول إن القوانين دي كانت معمولة زمان علشان السيطرة على السلوك العام، بس الغريب إنها لسه موجودة في بعض الأماكن لحد النهاردة، مع إن العلم بيقول إن الضحك بيقلل التوتر وبيحسن المزاج وبيطول العمر كمان. يعني بالعقل كده، بدل ما تمنع الناس من الضحك خليه إلزامي، كل واحد لازم يضحك على الأقل 3 مرات في اليوم، كده نعيش مبسوطين. تخيل لو القانون ده اتطبق عندنا في مصر، كان نص الشعب دخل السجن من أول يوم والنص التاني بيضحك عليهم. تخيل معايا كده، تقوم الصبح وانت نايم، تلبس جزمتك بسرعة، تطلع الشارع وتكتشف انك لابس الفردتين شمال. عادي، يعني كلنا حصلت معانا. بس الغريب إن في بعض الأماكن الموضوع ده ممكن يخليك تتعاقب فعلا. في قانون بيمنع الناس من لبس الفردتين غلط أو لبس جزمة مش متناسقة. بيقولك لازم الشكل يبقى منظم ومحترم، وإن لبس الجزمة الغلط إهانة للمجتمع. يا نهار أبيض، إهانة إيه بس؟ أنا كنت مستعجل على الباص. القانون ده جاي من فكرة إن اللبس بيمثل صورتك قدام الناس، وهم عندهم وسواس كده إن لازم كل حاجة تكون مثالية حتى لو حاجة بسيطة زي الجزمة. بس يا أخي، الإنسان الطبيعي بيغلط، ممكن يغلط في الجزمة، مش لازم يدخل الحبس. تخيل بقى لو حد خرج يشتري حاجة من تحت البيت، يلبس شبشب مرقع مثلا، يجي الشرطي يقوله اتفضل معانا، انت مخالف قانون الأناقة. يا عم أنا نازل أجيب عيش، مش داخل عرض أزياء. القانون ده من أغرب القوانين اللي فعلا بتخليك تقول الناس دي فاضية. بدل ما يحطوا قوانين تمنع الفساد أو السرقة، قاعدين يراقبوا شكل الجزمة. بس هو بيورينا قد إيه بعض القوانين بتتعمل من غير منطق ولا ليها علاقة بالحياة اليومية، كأنهم بيعيشوا في واقع. أيوة، صدق أو لا تصدق، في أماكن فعلا ممنوع تموت فيها. تخيل كده إنك عيان جدا والدكتور يقولك معلش يا فندم، محتاج تموت في مدينة تانية. القانون ده معمول في مدن صغيرة ما فيهاش مقابر كفاية، فالحكومة قالت بدل ما نبني مقابر جديدة نمنع الناس من الموت. يعني الحل عندهم بسيط جدا، ما تموتش. في مدينة في فرنسا اسمها لولافال أصدروا قانون بيمنع السكان من الموت جوه المدينة، ولو حصل كده فعلا الحكومة تعتبره وفاة غير قانونية. أقسم بالله كأننا في مسرحية مش في عالم حقيقي.
الغرض من القانون كان الضغط على الحكومة تبني مقابر جديدة، بس في الآخر بقى القانون نفسه مادة للسخرية في كل العالم. الناس بقت تقول لبعض خلي بالك، ما تنساش، ما تتعاش هنا قوي علشان ما تموتش بالغلط. القوانين دي بتخليك تفتكر إن بعض الحكومات ممكن توصل لمرحلة الجنون الإداري، يحاولوا يحلوا المشكلة بأسهل طريقة حتى لو مش منطقية. في بعض المدن الكبيرة زي روما أو فينيسيا في قانون غريب بيمنع الناس من إطعام الحمام. يقولك السبب إن الحمام بيبوظ المباني القديمة وبيخلي الأماكن الأثرية تتوسخ. تمام، مفهوم، بس إنك تدي عصفور شوية عيش وتتاخد غرامة مبالغ فيها شوية، مش كده؟ في ناس فعلا اتغرموا آلاف الدولارات علشان كانوا بيرموا فتافيت أكل للحمام في الميدان. يعني بدل ما الحمام يقولك شكرا، الحكومة تقولك هات الفلوس. الناس هناك بقت بتهرب زي الجواسيس، يرموا حتة أكل بسرعة ويمشوا كأنهم بيعملوا جريمة سرية. بس القانون معمول علشان يحافظوا على شكل المدينة من الفضلات، وبرضه عايزين يمنعوا انتشار الأمراض. يعني نقدر نقول هو قانون غريب بس عنده شوية منطق. بس برضه أنا لو شفت حد بياكل في الشارع والحمام بيطير حواليه مش هشوف جريمة، هشوف مشهد من فيلم. القانون ده من أشهر وأغرب القوانين في العالم. في سنغافورة ممنوع تمضغ لبان، مش هزار. لو اتقفشت بلبانة في دقك ممكن تتغرم مبلغ كبير جدا. السبب إنهم لقوا الناس بترمي اللبان في الشوارع وبيبوظوا بيه المواصلات والسلالم المتحركة، فقرروا يمنعوه تماما. بس بصراحة قانون متطرف شوية. يعني بدل ما يمنعوا الناس من اللبان كله كانوا ممكن يغلظوا العقوبة على اللي يرميه في الشارع. بس سنغافورة معروفة بالقوانين الصارمة جدا، يعني كل حاجة عندهم منظمة وما فيهاش هزار. بس تمنع اللبان؟ ده أكيد أصعب قانون لأي حد بيحب يمضغ وهو متوتر. في دول فعلا عندها قوانين بتمنع الأهالي من اختيار أسماء غريبة أو مهينة للأطفال. يقولك لازم الاسم يكون مقبول ومش مضحك. في ناس حاولوا يسموا أولادهم بأسماء غريبة زي باتمان أو نودلز أو شيطان، والحكومة رفضت تماما وقالت احترموا الطفل. من ناحية منطقية القانون ده لطيف لأنه بيحمي الطفل من السخرية، بس من ناحية تانية يعني الحرية الشخصية راحت فين؟ أنا حر أسمي ابني اللي يعجبني. في بعض الأماكن خصوصا المدن السياحية في قانون بيمنع الناس من المشي من غير قميص حتى لو الدنيا حر. يقولك علشان يحافظوا على المنظر العام. يعني لو نزلت البحر وقررت تتمشى بعده لازم تلبس فوراً، وإلا تاخد غرامة كأنك ارتكبت جريمة. طب يا عم الدنيا 40 درجة. القانون ده فعلاً بيتطبق في مدن زي برشلونة، بس الصراحة هو برضه مبالغ فيه شوية. يعني مش لازم الناس تبقى في زفاف علشان ينزلوا الشارع. أيوة، القانون ده حقيقي جدا. فبعض الأماكن اللي بتحب الحيوانات لدرجة الجنون في قانون بيجبر أصحاب الحيوانات يحتفلوا بيها في يوم ميلادها. يقولك لو عندك كلب أو قطة وما احتفلتش بيها أو ما قدمتلهاش هدية رمزية ممكن تتغرم. ده غير إن في ناس فعلا بتعمل حفلات ضخمة للحيوانات بتاعتهم كأنهم بشر بالظبط، تورتة، هدايا، صور، كل حاجة. القانون ده بيتقال إنه معمول علشان يحافظ على الرفق بالحيوان، بس الصراحة بقى كوميدي جدا. يعني لو واحد نسي يوم ميلاد كلبه يتغرم. بص بقى يا جماعة، بعد ما سمعنا كل القوانين الغريبة اللي فاتت أنا عندي سؤال بسيط ليكم. تفتكروا لو القوانين دي كانت في بلدكم كنتوا هتتعاملوا إزاي؟ يعني مثلا لو في قانون بيمنعك من الضحك في الشارع هتقدر تمشي من غير ما تضحك؟ ولا لو في قانون بيقول ممنوع تمشي بالعطر في الصيف هتعمل ايه؟ قولولي بقى في الكومنتات ايه اكتر قانون من القوانين دي حسيت انه اغرب واحد فيهم، ولو كان القانون ده مطبق عندك في بلدك كنت هتتصرف ازاي؟ يلا خلينا نشوف آرائكم الغريبة والمجنونة، علشان بصراحة بعد اللي سمعناه النهاردة أنا بدأت أشك إن في كوكبنا ده أي حاجة ممكن تحصل. في النهاية إذا أعجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على لايك، وقم بالاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من هذه المواضيع الممتعة على قناتنا. وإلى اللقاء في فيديو آخر. شكراً.